عاملين ايه؟ هل في مشاكل ظهرت بعد تحديث ال One UI 7 مع الاندرويد 15 لموبايلات سامسونج، ولا التحديث جه وعملناه ومفيش اي مشكلة ظهرت بعد التحديث؟ خليني اقول لك ايه المشاكل اللي ظهرت وتجربتي انا مع تحديث ال One UI 7 عاملة ازاي. يعني تحديث ال One UI 7 كان تحديث كبير وكان متوقع منه مشاكل كبيرة، لان في تغيير على كود الاندرويد وتحسينات كبيره جدا عملتها سامسونج في الوان يو اي 7، وده اللي يخلي نسبه المشاكل اللي ممكن تحصل بعد التحديث اكبر من المعتاد في كل التحديثات اللي جت قبل كده. في الحال معايا انا مع موبايل الجلاكسي اي 16 اللي قدامك دلوقتي، الحقيقه ان بعد التحديث انا ما لاحظتش اي مشاكل كبيره ظهرت في التحديث. المشكله الوحيده اللي يمكن ظهرت هي لاج بسيط في اول كام ساعه، وده كان مبرر بالنسبة لي وطبيعي لأن الموبايل لسه محدث وأندرويد وتحديث كبير، فكنت محتاج أديه فرصة يوم واتنين وتلاتة لحد ما أتأكد إن فعلا في مشكلة في الموبايل. الحقيقة إن بعد ساعات فعلا من التحديث اللاج اللي كان موجود ده ما بقاش موجود، والموبايل بقى نوعا ما مستقر ونوعا ما زي قبل التحديث بدون أي مشاكل. ولكن المشكلة اللي كانت ملحوظة جدا معايا أنا بالنسبة لي في تجربتي مع الموبايل ده، ان البصمة كانت اداها غريب جدا وكانت بتعلق وكانت بتفتح بصعوبة. يعني كنت مثلا موبايل مقفول امسكه بلمس مرة واتنين لحد ما تفتح، وكمان بشيل صباعي وتاخد ثانيتين تلاتة كده لحد ما تفتح. بصراحة الموضوع كان رخم وكان مضايقني، وبصراحة كان متوقع ان يحصل مشاكل اكبر من كده زي سخونة وزي استهلاك عالي للبطارية ولاج فظيع. كل ده كان معرض يحصل بعد التحديث وممكن يكون حصل معاك انت، لكن طبعا الحمد لله انا ما حصلش معايا المشاكل الكبيرة دي. كان المشكلة الواضحة هو اللاج في البصمة، وكان تحديدا اللاج ده موجود على شاشة القفل. يعني الموبايل هو مقفول، الشاشة مطفية خالص، واجي احط صباعي كان في لاج. يعني لو الشاشة مقفولة زي كده وجيت تفتح من على الشاشة المقفولة دي هيبقى في صعوبة في البصمة هي وبتفتح، لكن لو الشاشة شغالة زي كده وجيت تحط البصمة بتاعتك هتفتح سريعة جدا عادي طبيعي مفيش أي مشكلة. طبعا حابب أجرب معاك دلوقتي الشاشة مفتوحة، تيجي تحط إيدك على البصمة بتفتح على طول من غير أي مشكلة. تيجي هنا بتحس إن في بطء، في تعليقة موجودة، لكن هي على الشاشة مفتوحة زي كده هي بتفتح عادي بدون أي مشكلة. تعالى نقربها تاني، الشاشة مقفولة زي كده في بطء، وطبعا هي اتحسنت، هي كده كمان اتحسنت عن الأول، لأني أنا بعد ما لقيت إن البصمة بدأت يعني يبقى الموضوع رخم والموضوع كان محتاج مثلا نعمل فورمات أو حاجة، فقبل ما نقرر إن احنا نعمل فورمات أنا دخلت شلت البصمة خالص الموجودة بتاعتي وحطيت بصمة جديدة وحبيت أقرب، فالموضوع الصراحة اتحسن وبقى أحسن كتير من الأول، شبه يعني البصمة بقت طبيعية. طيب هل أنا عملت فورمات للموبايل او اعاده ضبط مصنع بعد تحديث الون يو اي 7؟ الحقيقه ان انا لحد دلوقتي ما عملتش فورمات للموبايل، لاني انا محتاج اقعد مع الموبايل اكتر بعد التحديث قبل ما اقرر واعمل فورمات، بحيث اخد تجربه وانطباع كامل وانقل التجربه دي ليك انت عشان تستفاد منها، واقول لك المشاكل اللي ممكن تواجهها وازاي تحل المشاكل دي. فقرار الفورمات يعني لسه مش دلوقتي، ولو انت مش عارف هتعمل فورمات ولا لا برضه، فانا حابب الخص لك النقطه دي سريعا واقول لك لو في مشاكل كبيره ظهرت بعد ما انت حدثت الموبايل، زي ارتفاع عالي لدرجه الحراره، البطاريه بتخلص بسرعه، وطبيعي ان البطاريه ممكن يكون فيها مشكله اول كام يوم وبعد كده يعرف استخدامك ويرجع تاني، لكن لو ظلت المشكله كبيره وحاسس فعلا ان في الموبايل مش طبيعي، لا كده فعلا انت محتاج تعمل فورمات، وافضل حاجه انك تعمل فورمات. طيب لو ما ظهرتش عندك مشاكل او المشاكل اللي ظهرت عندك مش كبيره ممكن تعمل الفورمات ولا لا؟ لو ما عندكش مشكله انك تعمل فورمات، الموضوع سهل بالنسبه لك، معكش معاه مشكله، روح اعمل فورمات كده، انت بتريح دماغك، تجنب اي مشاكل ممكن تظهر بعد يوم واثنين وثلاثه من التحديث. طيب هل انا واجهت مشكله في سخونه عاليه او ان في مشكله في البطاريه؟ هي لا، انا ما واجهتش اي مشكله ولا سخونه عاليه في الموبايل ولا استهلاك عالي للبطاريه. الاداء والسخونه هي الطبيعيه اللي كانت موجوده في الموبايل قبل التحديث، يعتبر ما فيش اي مشاكل ظهرت زي ما قلت لك غير موضوع اللاج بتاع البصمه ده، ويمكن نوعا ما اتحل لما انا شلتها. وطبعا افضل حاجه ان انا اعمل فورمات، الموبايل هيرجع جامد ومفيش فيه اي مشكله. طبعا انا مستنيكم دلوقتي في التعليقات تنزلوا وتقولوا لي ايه المشاكل اللي واجهتوها، وانت واجهت مشكله ولا لا، وعملت فورمات ولا لسه. وطبعا مش محتاج اقول لك لو في اي سؤال
نورني في التعليقات وانا هرد عليك. مع السلامة.